طبعا اتكلمنا عن جوان الجنجريز وجوان الصاج. المكنه اتقشطت وبالفعل هتاخد جوان صاج. الموضوع مش هيجي في موضوع ان انا قشطت او ما قشطتش، انا قشطت بالفعل لوك اهو، والوش برضو اتقشط، بس انا مش هعتمد على ان انا قشطت او ما قشطتش. المهم ان انا اركب حاجه تستحمل الحراره والجو. طبعا الجوان اللي انتوا شفتوه في الاول ده حاجه وده حاجه تانيه. ده جوان يتحمل اي حراره ويتحمل اي ميه، الميه ما بتاذوش في حاجه طبعا، لان كمان الجوان ده ستانلس، مش صاج بس، ده ستانلس كمان، زي الجون الاصلي بتاع المصنع. فطبعا زي ما انا وضحت، العربيه ديت عشان تنجح في تغيير جون وش السلندر وما يضربش في وقت قليل وما يعملش مشاكل البرومه اللي احنا شفناها والتاكلات اللي حصلت، لازم يركب جون صاج. عندي مشكله لازم احلها صح عشان ما يحصلش مضاعفات بعد كده.